صدق وما عاهدوا الله عليه. ربنا يرحم الشهيد الدكتور ضياء العوضي، انا محتسباه عند الله شهيدا، لان الشهيد مش شهيد الحرب بس، الشهيد اللي شهد الحق وجهر بيه وحارب عشانه ومات عليه. فمن الظلم اللي انا اسيب رسالته اللي حارب عشانها ومات عليها انها تضيع بالشكل ده. باي حق تمنعوا تداول النظريه، وباي حق تمنعوا نشرها وتمنعوا الناس عنها، وهي ليها نتائج على ارض الواقع. وكان صدر قرار يوم 2/5 بتشكيل لجنة لدراسة النظرية. ليه حملة التشويه اللي عن النظرية دي بعد موته، مع ان ليها نتائج على ارض الواقع بالالاف، ده ان ما كانتش بالملايين بره مصر؟ ليه ما تتشكلش دلوقتي وتتجمع هيئات ومؤسسات ولجان بحثية لدراسة النظرية؟ عايزين مستندات؟ مفيش مستندات اكبر من النتائج اللي على ارض الواقع. عايزين تجربة؟ النظام خاضع للتجربة، ولا إعادة التجربة، ولا إعادة التجربة، وفي كل مرة هتلاقوا نفس النتيجة، ألا وهي التشافي التام من كل الأمراض والأعراض. النظام حق وحارب عشانه، مش هيتظلم وهو حي وهو كمان ميت. ليه يتمنع وقف نشر فيديوهاته؟ وليه تتمنع النظرية تماما دون النظر فيها ودراستها؟ ليه ما تتشكلش لجان ومؤسسات بحثية لبحث النظرية ودراستها ومناقشتها دلوقتي؟ أنا بطالب بإلغاء القرار ده، وإن تتشكل لجان لدراسة النظرية على أرض الواقع. هو ظلم وهو حي، وأنا مش هسمح إن هو يتظلم تاني بعد موته بدون أي وجه حق. أمانة ورسالة حق، وإنت عرفت سبب مرضك. ما تسمحش لحد إن هو يسحبك لظلمات الجهل تاني. دي ظاهرة، ادرسوها واثبتوا صحتها من عدمها. واستحالة واتحدى اي حد ان هو يمشي على الخمس الطيبات وان هو يشتكي حتى من عرض واحد. ما سألتوش نفسكم ليه حملة التشويه اللي عليه دي والحرب اللي عليه بعد ما مات؟ هو في ميت بيتحارب الا لو كان على حق، وسبحان الله وبموته وكأن اهل الارض اتجمعوا عليه عشان دي رسالة حق، وهو ما خشاش غير الله ولم يتخذ وليا غيره، ودي قالها امانة لله، وبقت أمانة ورسالة حق لكل حد وصلت له، وبقى متشافي ومتعافي. وهو زي ما قال لكم دي حرب وعي، ما تخليش حد يسحبكم للظلمة تاني ويرجع يستجهلكوا تاني. انتوا بقيتوا واعيين وعارفين سبب مرضكم. مش من حق حد ان هو يمنعني ويقول لي امشي على ايه ولا ما امشيش على ايه. استحالة تمشي الناس عليها وتعمل تجارب عن نظرية وتدرس الظاهرة دي الا وهتلاقي التشافي التام عليها. لكن عادي ان الناس تاخد ادوية على امراض هي سببها النون كوز اصلا مش معروفة السبب. امال بتعالجني بناء على ايه؟ ونظريته بقى هي اللي بيتشكك فيها وهي اللي هتموت الناس. واي كلب هيخوض في عرض